السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أسوي اليوم معاكم العريكة الجنوبية بطريقتين مختلفة. الطريقة الأولى وهي العريكة الجنوبية اللي تيجي مفتوتة مع التمر، والعريكة المعتادة اللي نعرفها كلنا وهي العريكة الجنوبية بطريقة سهلة وبسيطة. على النار حطيت الزبدة وراح استنى لحد ما تغلي وتروح منها الرغوة. خليتها على نار متوسطة لحد ما بدأت تروح منها الرغوة وتشقر من الأطراف. في هذه المرحلة صارت جاهزة نستخدمها للأكلات الشعبية أو لأي أكل، وممكن مع التمر، أو ممكن في هذه المرحلة نسوي معاها الرضيفة. بسم الله أبدأ. راح أسوي العريكة المفتوتة. عندي كاسة إلا ربع من دقيق الذرة البيضاء ودقيق الدخن، وربع كوب من الدقيق البر، وعندي ملح، وعندي 10 حبات من تمر الخلاص، وعندي كوب من الماء. راح أحط الملح على الدقيق وأخلط الدقيق مع بعض، جميع أنواع الدقيق مع بعض، يعني تقريبا كوب واحد من الدقيق المخلوط من دقيق الذرة البيضاء ودقيق الدخن والدقيق البر. وآخذ التمر وأقطعه بالسكين عشان أبغى كل حبات العريكة أو قطع العريكة تكون فيها قطع من التمر حسب الكمية اللي بتستخدمينها. أنا تقريبا استخدمت كوب من الدقيق المخلوط، انتي حسب اللي بتستخدمينه من الدقيق. أنا استخدمت الخلاص والما يفرق معايا أي نوع تمر، أهم شيء يكون التمر شوية لين. ممكن نستخدم السكري أو نستخدم الجليكسي أو نستخدم أي نوع تمر عندك، أهم شيء يكون التمر لين ما يكون ناشف. يعني كاس واحد من الدقيق المخلوط أخذ مني 10 حبات من التمر، وقيسي على هذه الطريقة. أحط الموية بالتدريج لحد ما أوصل قوام سائل أثقل من خليط الكيك. يعني كوب من الدقيق أخذ مني كوب من الموية، ويختلف من نوع دقيق عن دقيق آخر حسب امتصاصه للموية. راح أحرك لحد ما أوصل للقوام المطلوب، وراح أحط عليه قطع التمر وأحركها بالمضرب اليدوي أو بالملعقة عشان ما تتجمع وتكون في جهة واحدة من الخبز. راح أحاول إني أفككها وأوزعها في الخليط عشان وقت ما أصبها في الطاوة تكون متوزعة في الخبز. عندي طاوة سخنتها على النار ودهنتها بشوية من السمن، لكن كمية السمن ما كانت كافية. ادهنوها بالسمن أو بشوية من الزيت من كل الجهات عشان وقت ما تقلبون الخبز ما يتعبكم ويلصق في الصينية. راح أصب الخليط على الطاوة وهي حارة، وأحاول أمد الخبز بالملعقة عشان يكون شوية رقيق وبسرعة يستوي معايا. أحتاج يكون الطبقة اللي تحت تتقمر معايا وتقرمش. إذا الكمية عندك كبيرة حطيها في صينية كبيرة وحطيها في الفرن، تقريبا تاخذ 10 دقايق من تحت و10 دقايق من فوق، وممكن إذا كانت الأكبر أو سميكة ممكن تاخذ وقت أكثر، تقريبا نص ساعة. أنا الكمية عندي بسيطة، حطيتها على النار وراح أغطيها بالغطاء، وتقريبا أحسب لها 10 دقايق من فوق، وأقلبها وأحسب لها تقريبا 10 دقايق ثانية. قبل ما نقلبها لازم نتأكد ان الوجه كله نشف وصار تقريبا طبقة ناشفة. راح احاول اني اقلبها واحطها تستوي على الوجه الثاني. عشان كذا مسكت معايا في الصينية بزيادة لان كمية السمن ما كانت كفاية، ولسه تحتاج شوية استواء في بعض الجهات، فراح اقلبها. واذا احتاج اني اقلبها مرة ثانية على نفس الوجه اللي كان فيه راح اقلبها. احتاج الطبقة تكون زي ما قلت مقرمشة. عندي هذه القطعة البلاستيك موجودة في أغلب محلات الكماليات، موجودة في أغلب المواقع، ومخصوصة للعصيدة وللعريكة.
راح أحط فيها شوية من السمن، وراح أحط الخبز أو العريكة اللي سويتها بالتمر وهي حارة، وراح أعركها وأفككها عن بعض لحد ما تتفتت وتتفكك معايا، وتكون الطبقة المقرمشة هي الطبقة اللي واضحة معايا. راح أعركها، ما أبغاها تصير نفس قوام العصيدة، لا، راح أفككها وأفتتها عشان تصير معايا مفتوتة. هنا بعد ما عركت العريكة وصارت جاهزة، راح أجهز صحن التقديم. حطيت شوية سمن، وراح أرتبها وأسوي فيها حفرة وأحط فيها السمن والعسل، وكذا صارت جاهزة وبالعافية علينا وعليكم. حطيت عليها شوية من الخلاصة وشوية من السمن وشوية من العسل، وهذا راجع حسب رغبتكم. وقرمشة الخبز واضحة مع كل لقمة تذوقوها، ألذ عريكة مفتوتة ممكن تطعمونها، وبالعافية عليكم. وهنا راح أسوي النوع الثاني من العريكة الجنوبية بالدقيق البر. رشيت عليه شوية من الملح، وراح أحط موية بالتدريج لحد ما أوصل لقوام أثقل بشوي من خليط الكيك. هنا حميت الطاوة وحطيت عليها شوية من السمن أو الزيت، وكثرت الكمية عشان ما يلتصق معايا نفس المرة الأولى. وراح أحط الخليط وأفرده بنفس الطريقة. راح أغطي عليه وأخلي كل وجه يستوي لمدة 10 دقايق أو لحد ما ينشف من فوق، وأقلبه على الوجه الثاني. هنا بعد ما جف الخبز من فوق، راح أقلبه على الوجه الثاني وأتركه لمدة 10 دقايق لكل وجه. وإذا حابين تتأكدون أكثر من الاستواء، ممكن بالسكين أو بالشوكة نسوي شقوق أو فتحات في الخبز. راح أحط السمن وأحط الخبز حق العريكة وأعركه وهو حار عشان يصير معايا طري ولين نفس العريكة المعروفة. راح أحط السمن في صحن التقديم، وأحط العريكة وأرتبها وأسوي فيها فتحة أو حفرة، وأحط عليها السمن والعسل.
وهنا زينتها بحبات من التمر، وراح أحط عليها السمن والعسل. وبكذا نقول ما شاء الله تبارك الله صارت جاهزة، نقدر ناكلها مع القهوة العربية، وبالعافية علينا وعلى عيونكم. جربوها، مرة لذيذة. لا تنسوني من الدعاء واللايك والاشتراك في القناة، وإرسال المقطع للأهل والأصدقاء. مع السلامة.